أبطال رابعة ابتدائي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هناخد مراجعة سريعة على يعني شهر نوفمبر بمناسبة دخول الامتحانات، فركز معايا إن شاء الله تستفاد. معاك مستر محمد صلاح، وما تنساش إن شاء الله لو عجبك الفيديو إن أنت تشترك في القناة عشان هننزل مراجعات إن شاء الله لمراحل متنوعة. يلا عشان نبتدي وما نضيعش وقت. أول حاجة يا صديقي بيقولك السؤال الأول: أمامك خريطة، لاحظها ثم أجب. طيب، بيقول لك في السؤال الأول الجزئية الأولى بيقول لك إيه؟ بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة. طيب، رقم واحد إلى مدينة ساحلية، يبقى بيشير رقم واحد إلى مدينة ساحلية. رقم واحد على الخريطة اللي هو الرقم ده، اللي هو ده، بيشير رقم واحد إلى مدينة ساحلية تم عمل بها مشروع بشاير الخير. طبعا المدينة الساحلية دي هي مدينة الإسكندرية. المدينة الساحلية دي اللي على الخريطة اللي فيها مشروع بشاير الخير هي مدينة الإسكندرية. رقم اتنين يا صديقي بيقول لك التخطيط الجيد لبناء المدن يساعد على، يا ترى التخطيط الجيد ده بيساعد على الازدحام، ولا كثرة المشكلات، ولا التلوث، ولا توفير الخدمات للسكان؟ طبعا الإجابة هتبقى أيوة، برافو عليك، توفير الخدمات للسكان. توفير الخدمات للسكان. رقم ثلاثة بيقول لك ساهمت الأجهزة الحديثة في نقط. هل الأجهزة دي ساهمت في بطء الإنجاز، ولا زيادة المشكلات، ولا تعطيل التقدم، ولا تسهيل الحياة؟ طبعا ساهمت في تسهيل الحياة. تمام. ب بقى بيقول لك اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ إذا كانت العبارة خاطئة. تعالى كده ناخد السؤال ده. بيقول لك توافر فرص عمل من النتائج الإيجابية لتطور المدن. طبعا الإجابة هتبقى صحيحة. السؤال التاني: أجب عن الأسئلة الآتية. بيقول لك اكتب اثنين من مزايا الدراجة. عايزين اتنين مميزتين من استخدام العجلة. أول حاجة إن هي غير مكلفة، رخيصة يعني. تاني حاجة بتعمل إيه؟ تاني حاجة بتحافظ على صحة الإنسان. تالت حاجة بتعمل إيه؟ لا تلوث البيئة. تمام. رقم اتنين بيقول لك اكتب ما تشير إليه العبارة التالية. إيه بقى العبارة التالية دي؟ يعني قول لي العبارة دي هي إيه؟ تجمع سكاني تتركز فيه الخدمات والأنشطة مثل الصناعة. يا ترى دي إيه؟ طبعا دي المدينة، يبقى يقصد هنا بإيه؟ المدينة. طيب، بيقول لك اكتب أهمية واحدة للأماكن الخدمية التجارية. يا ترى الأماكن الخدمية التجارية إيه أهميتها؟ وعايز أهمية واحدة بس. أقول له شراء الملابس وشراء الطعام. كل الأماكن دي اللي هي زي المولات، زي الحاجات اللي احنا بنخرج فيها، الأماكن التجارية، الأسواق، بنشتري منها الملابس وبنشتري منها الإيه؟ الطعام. بيقول لك اكتب مدينة اكتب مدينة من المدن التي تقع على ضفاف نهر النيل. عايزين مدينة بتقع على ضفاف نهر الايه؟ نهر النيل. هنقول مثلا أسوان، هنقول مثلا سوهاج. طيب، لما نيجي بقى نقول السؤال الثالث. السؤال الثالث بيقول لك بما تفسر، يعني ليه أنشأنا محور رود الفرج؟ يبقى إنشاء محور رود الفرج ليه؟ هنقول السبب. أول حاجة لتقليل الزحمة. يبقى رقم واحد ايه؟ تقليل الزحمة. طب رقم اتنين: ربط شرق القاهرة بغرب القاهرة. السؤال رقم اتنين بقى يا صديقي بيقول لك بما تفسر تعرضت مدينة السويس للتدمير عام 1973. ليه بقى تعرضت للتدمير؟ بسبب تعرض
مدينة السويس في 1973 للعدوان الإسرائيلي. وبكده يا صديقي نبقى خلصنا الامتحان الأول. متنساش تشترك في القناة إن شاء الله عشان أبتدي أنزل لك امتحانات قبل التقييم بتاعك الشهري بتاع شهر نوفمبر. كان معاك مستر محمد صلاح. سلام يا صديقي.